بعد ما جلال ضرب عم عبده، افتكر إنه قتله، فجري عند شاهندة في البحيرة. انت واقف كده ليه يا جلال؟ تعالى. مالك واقف كده ليه؟ ما تتكلم. خلاص يا شاهندة، جلال هينتهي مع طلوع الشمس. بتقول ايه؟ ايه يا جلال؟ ايه يا حبيبي؟ بتعمل كده ليه؟ بتقول كلام فارغ وبعدين تعيط؟ متأسف، شوية دموع كانوا محبوسين خلاص. جلال، انا بحبك يا جلال. يلا نهرب، نروح اي مكان تحبه. انا مش قلتلك اني ممكن في اي يوم من الايام اعملها؟ اهو جه اليوم. على العموم انا عارفه انك عصبي، بس انا هستحملك علشان بحبك. يلا خدني يا جلال، خدني يا جلال، يلا نروح بعيد. يا ريتك قلت الكلام ده قبل ساعة واحدة بس. خلاص، ما تبقاش جد كده، مش لايق عليك. يلا تعالى نرقص، تعالى. جلال العقباوي، اتفضل معانا. ايه اللي حصل؟ في ايه يا جلال؟ مش قلتلك خلاص؟ حصل ايه؟ في ايه يا جلال؟ عم عبده يا شاهندة، عم عبده ضربته على دماغه بإيد الهون، قتلته. يا عم عبده ما ماتش، انت قتلت ابوك. لا لا، ما قتلتش أبويا، أنا ما قتلتش أبويا. صدقوني، صدقيني يا شاهندة، أنا ما قتلتوش. جلال مظلوم، انا السبب. سيبوه، سيبوا جلال وخدوني بداله. خدوني بداله، جلال مظلوم مظلوم. ورجع وجدي من السفر بعد ما وصل له خبر مقتل بابا، ولما عرفت نادية برجوعه زارته في البيت. وجدي، البقية في حياتك. مالك يا وجدي؟ انت وصلت امتى يا وجدي؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انا جيت اشوفك. انت بتهرب مني ليه يا وجدي؟ انت مش عارفه ان البيت مليان قتله وسفاحين؟ كان لازم اشوفك. تشوفيني ليه؟ ها؟ تشوفيني ليه؟ انا مش خطيبي، خطيبي الجلال. ما بقاش خطيبي، وارجوك ما تجيبش اسمه تاني قدامي. انا ما رحتلوش السجن لغاية النهاردة، لكن مستعدة اروح له واقول له بصراحة اني بحبك. انت الظاهره ما بتحبيش غير القتله والسفاحين. انا فعلا كنت بحب واحد من النوع ده، بس دلوقتي برضه بتحبي واحد من النوع ده. انت مش طبيعي النهاردة يا وجدي. اللي يشوفك ويسمعك يقول انك قاتل، مش كده؟ وليها 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 انت كمان. قولي ان انا اللي قتلت ابويا. انا اروح اجيب لك دكتور. لا، دراعي. اطمني، انا مش عيان، انا حبيت اخوفك. شوفي يا نادية، في احتمال انهم يتهموني بقتل ابويا ويحاكموني. مستحيل، كل شيء محتمل. هو اللي قتل، كل الأدلة ضده. أنا عندي دليل بخط إيده على إنه هو القاتل. صحيح، صحيح يا نادية، الدليل ده معاكي؟ طبعا، وما يقدرش ينكره.
المحكمة. على ذلك تطلب النيابة العامة تطبيق المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، وذلك بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم جلال العقباوي لارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. جلال العقباوي، أنت متهم بقتل أبوك. أنت قتلت أبوك ولا ما قتلتوش؟ أنا أعترف إني إنسان فاشل، ارتكبت جرائم عربدة وسكر وفجور. أعترف إني منحرف، ما كملتش عمل واحد طيب في حياتي. كنت بتمنى دايما إني أتغير وأبقى إنسان شريف. حكموني على الجرائم دي كلها، بس ما تحكمنيش على قتل أبويا. أنا ما قتلتهوش. واستمرت المحكمة وبدأوا يندهوا على الشهود. الشاهد الأول نادية سعيد. قولي أحلف بالله العظيم إني أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه هي أقوالك؟ أنا أعرف جلال كويس. جلال إنسان شهم وله مواقف ما تتنسيش، ولا يمكن يقتل أبدا علشان يسرق. ما حصلش مرة إنه هدد قدامك إنه يقتل أبوه بسبب المشاكل المادية اللي بينهم؟ لا، ما حصلش أبدا إنه جاب سيرة القتل قدامي. النيابة تحب تسألها؟ النيابة مكتفية بالأقوال المنسبة. الدفاع يتفضل. متشكر يا فندم. اتفضل. ناديلي يا ابني على حسن عقباوي. بعدين سمعتهم بيندهوا اسمي. حسن العقباوي. حصل يا فندم، حصل انه اتكلم معايا اكتر من مرة في موضوع تركة امه عند المرحوم، وفي مرة قال لي انه في يوم هيقتله، بس كان بيقول الكلام ده وهو في لحظة غضب واندفاع. قلت له انت ما تقتلش يا جلال. قال لي انا خايف تيجي عينيا في عينيه وما اقدرش. طب اتفضل. متشكر.